ازيكم عاملين ايه؟ كويسين صح؟ ما بتجوش ليه؟ ده كلهم جوه. تعال خش تعال. اذا اقول للناس حاجه مهمه قوي، معلش هاخد من وقتكم دقيقتين بالظبط. اتفضلي يا فنانه، اتفضلي، احنا معاك كلنا، اتفضلي. حاجه ما تخصنيش خالص. ما دام حاجه ما تخصكيش خالص نسمعها ليه؟ احنا مالنا احنا بالكلام ده؟ بس هي كلمه في حق الراجل ده، عشان الراجل ده من يوم ما طلع ترند معايا وهو بيتشتم بسببي وهو ملوش ذنب في اي حاجه في الدنيا. عايزه اقول بس يعني بلاش نيجي على الراجل ده حد محترم غلبان جدا. مش معنى ان مهنته بتنتمي لحاجه حريمي فهو حد وحش. زي ما في راجل بيبقى ميك اب ارتست، في راجل كوافير، في راجل، في بنات بتشتغل في مهن كتير رجالي. ما احنا برضه لغايه دلوقتي مش عارفين انت مع مين بالظبط، هل انت رجالي ولا حريمي؟ مش فاهمين لغايه دلوقتي دي رايحه فين حته. بعيدا عننا يعني ما جبتش حاجه من عندي، بعيدا عننا. شوف خلينا بس نقول ان مش معنى ان حد بره مجاله او بره مهنته ان هو يبقى حد وحش او حد مش كويس او حد نعيب فيه. الراجل ده مدرب رقص محترم. مدرب ايه يعني؟ مدرب رقص محترم؟ هو في مدرب رقص محترم برضه؟ مش منه الكلام ده. عنده لياقه. انا كبيج ياسمين بقول له انت تحترم عليها بامانه. خلينا متفقين على النقطه دي. الراجل شايفين السقفه؟ بيجي ياسمين طلعت تقول الكلمتين في حقه. ما راجل مدرب رقص وراجل محترم، يعني نعمل ايه؟ لازم نسقف له. ممكن سؤال؟ يعني ايه عهدي يعني؟ هي العهدي ليها اجابه؟ يعني انا فكرتها حرفين بيتقالوا عادي، لها اجابه كمان بقى؟ ده سؤال. عجبني سؤالك يا ماما وهجاوبك. اول حاجه بس ملهاش علاقه بالجواب، عين الف ايه، انما عين الف اللي انت كاتباها ديت اسمها ديت مش تبعنا خالص. لا ثواني بقى، عشان ايه؟ نجيب ورقه وقلم كده نسجل وراك اللي انت بتقوله. ثواني. احنا بتاعتنا اسمها عين الف ايه. اقول لك بقى يعني ايه ديت؟ رمز العربجه. لا ما الصراحه يعني مش هلاقي واحد اكتر منك يقول لنا رمز العربجه. اتفضل. قدماء المصريين زمان لما كانوا بيتعاركوا بالكذلك والسهومه بتاعتهم، كانوا لما بيصرخوا في الصليبيين ولا بيروحوا يصرخوا في بتوع الحرب بتوعهم دولت، وهم بيصرخوا فيهم يقولوا ارجع علي انا فرعون. يعني قدماء المصريين كانوا بيقولوا ارجع علي. والله العظيم دي معلومه، بص انا هكتبها هسجلها ما تقلقش. اتفضل كمل. يعمل له كده. ديت رمز العربجه، زي كده النسر ان هو رمز الحريه. رمز العربجه دي بتاعتك انت اللي هي رمز العربجه، دي اللي انا اعرفه. لكن قدماء المصريين ما كانش بيقولوا كمل انت لسه هتتشال. ده لسه اللي فيه اللي جاي لسه احسن لسه الموضوع قوي. يا ستي بالراحه يا ستي، اللي انت بتعملوا لي ده بعمل لك رموش. عايزه ايه يا ستي؟ الرموش خلعيني ولعيني الرموش دي يا شيخ. عايزه مني ايه يا شيخه؟ خلعالي بقول. يعني انت خلاص بعيدا عن الناس كلها ما لقيتيش غير دي تعمل لها رموش؟ حلوه انت ما شفتيهاش. يا ستي مش عايزاها، انت فيها كلموني انا ولا ايه؟ طب بصي في المرايه. لا مش عايزاها، خلعيني ولعيني الرموش دي. مش عاجباها خلعها لها خلاص، هي مقتنعه ان هي وحشه. وبعدين اصلا فين الرموش دي؟ انا شايف حاجات كده. لا حلوه. يا نهار اسود على اللي جابني. بقول لك خلعاني. طب شوفيها. لا مش عاجباني. يلا بقول لك مش عاجباني. هتعجبك يا وحيد يا لاشين، انا انت وحيد لاشين. ايوه تعالى والنبي خلع لي الرموش دي عشان بس بتوجعني. يلا تعالى خلع لي. مين وحيد لاشين؟ مش عارفه في ايه مال. حلوه هتعجبك. بقول لك خلعيني ولعيني الرموش دي. بصي وحيد. هو فيها وحيد؟ فيها يا ستي فيها وحيد. بركب لها رموش مش عاجباها. مش عاجباني. وانت بتكلمها لي كده؟ قولي بقى يا وحيد عايزين مني ايه؟ طب ما هي ما شافتهاش. هو انت شكلك من اعضاء النجاح، انت رخرة. من اعضاء النجاح؟ كم؟ مش بقول لك لسه في شلل جوه؟ كم؟ لا هتعملي اللي انت عاوزاه. شوفيها. لا مش عاجباني. طب بصي في المرايه. لا بقول لك عايزه رموش فواتح. عايزه رموش احمر او فسكوس. عارفه انت الفسكوس محمر او مغدر، اي حاجه من اللون دي. اهم حاجه اللون دي لازم يكونوا متوفرين. ما قلتلكيش الرموش دي خلعالي ولا عالي؟ يا ناس هي الرموش بتبقى فواتح. ماليش في زبغال. عايزه الفواتح. عايزه رموش فواتح. طب اعمل ايه؟ الرموش بتبقى سودا يا ناس. ماليش فيها حبه البتاع اللي اسمه ايه ده، التفتشيط. نصبغها لك يا حاجه، نصبغها عادي. ايه المشكله يعني؟ قلت لك اعملها لي فسكوس محمر او فسكوس مزرق، اي حاجه من اللون دول. بس كده احنا خلصنا. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.